بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. سن لنا الحبيب المصطفى أدعية نقولها في كل حركة نتحركها وفي كل خطوة نخطوها، ومن هذه الأدعية أدعية يقولها الصائم قبل الإفطار. دعاء قبل الإفطار يسن للصائم وغيره عند تناوله للطعام أن يسمي الله تعالى، فإذا أفطر قال عقب فطره: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. هذا ثبت في حديث صحيح رواه أبو داود، وكان يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. رواه ابن ماجه من دعاء عبد الله بن عمرو بن العاص، وحسنه ابن حجر. ويمكن للصائم أيضا أن يقول: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. رواه أبو داود. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر عند أهل بيت قال لهم: أفطر عندكم الصائمون وتنزلت عليكم الملائكة وأكل طعامكم الأبرار وغشيتكم الرحمة. رواه أحمد. حكم الدعاء قبل الإفطار: الدعاء مشروع في كل وقت، وهو مؤكد في حال الصوم وعند الإفطار، وجاء في الموسوعة الفقهية ضمن المواطن التي يستحب فيها الدعاء حال الصوم وحال الإفطار من الصوم. أمر الله بصوم رمضان وذكر إكمال العدة، ثم قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وفي ذلك إشارة إلى المعنى المذكور. وقال ابن كثير في ذكره تعالى هذه الآية الباعثة على الدعاء متخللة بين أحكام الصيام وإرشاد إلى الاجتهاد في الدعاء عند إكمال العدة، بل وعند كل فطر، لما روى عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: للصائم عند إفطاره دعوة مستجابة. فكان عبد الله بن عمر إذا أفطر دعا أهله وولده ودعا. ولما روى عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم: إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد. رواه الألباني. وقال النووي في شرح المهذب: يستحب للصائم أن يدعو في حال صومه بمهمات الآخرة والدنيا له ولمن يحب وللمسلمين، لحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، والمظلوم. رواه الترمذي بن ماجه. فيقتضي استحباب دعاء الصائم من أول اليوم إلى آخره، لأنه يسمى صائما في كل ذلك. ومن الأدعية المشروعة قبل الإفطار: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات. اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار، وفتنة القبر وعذاب القبر، ومن شر فتنة الغنى، ومن شر فتنة الفقر، وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد، ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم. اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك.
اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ودعاء لا يسمع، ونفس لا تشبع. اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، واصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم أسألك من خير ما سألك به عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا، أو استأثرت به من علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، المنان يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. اللهم إني أسألك يا الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد، أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم تقبل منا صيامنا وصلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتلاوتنا. اللهم إنا نسألك عملا صالحا يقربنا إليك. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم نسألك أن ترزقنا في هذا الشهر بركة وإيمانا ونورا ويقينا برحمتك وبقدرتك وبعفوك وبجودك، يا أكرم من أعطى، يا خير من سئل، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين. أحبابي في الله، ما دمتم قد أتممتم الفيديو إلى آخره فلا تخرجوا قبل ترك تعليق بالصلاة والسلام على رسول الهدى محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تحرموا أنفسكم أجر نشر هذا الفيديو كي يستفيد غيركم من المسلمين فتنالوا الأجر والثواب بإذن الله تعالى.